ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا. معايا كده سمك بولتي كده منضفاه كويس، ومعايا بطاطس ترنشات وبصل وفلفل وطماطم. ويلا نعمل بقى الخلطة بتاعتنا. معانا بقى كده توم وشبت وكمون وملح وكزبرة وفلفل اسود رشة شطة ورشة كمون. ومعانا فلفل حامي وفلفل بارد. وهنخلطهم كلهم مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بعصير ليمون ومعلقة كبيرة من الخل. هاخد بقى معلقة كبيرة كده هشيلها في طبق لوحدها. وهاخد السمك بتاعنا كده، يعني هادخّل بقى كل التتبيلة كده جوّه السمك وبرّه السمك، أنا عاملة له فتحات كده عشان التتبيلة تدخل فيه. نحضّر بقى الصينية نحط فيها البطاطس والطماطم والبصل والفلفل، وهاحط المعلقة الكبيرة اللي إحنا شيلناها من الخلطة، وهاخلطهم كلّهم كده مع بعضيهم زي ما أنتم شايفين. وشوية كده من المَيّة، يعني أنا حاطة حوالي نُص كوباية، بس هي يا جماعة محتاجة كوباية مَيّة. أنتم حطّوا كوباية مَيّة، هاخلطهم كويس كده وهانزل بمعلقة زيت كبيرة، وهاخلط برضه كل المكونات مع بعض زي ما أنتم شايفين كده. بسيطة وسهلة يا جماعة وتحفة بجد. بعد كده بقى هاحط كده حوالي يعني رشة كده من الشبت بيديها طعم حلو أوي. وهارصص بقى السمك بتاعنا، ومن فوق كده الوش هاعمل شوية زيت كده بالفرشة. طبعًا رمضان دخل علينا كل سنة وأنتم طيبين، ودي ممكن تكون فكرة من أفكار بتاعة رمضان وتنفع فطار هيبقى تحفة جدًا يا جماعة في رمضان. ماشي، هنغطيها بقى وندخلها الفرن، واول ما تستوي هحطها على طول تحت الشوايه. بصوا الجمال، تحفه، كانت قلبه البيت بريحتها، وطعمها كان خطير يا جماعه، والبطاطس كانت تحفه، حاجه كده مسكره. يا رب الوصفه تعجبكم.